هاي حضارة العرب حضارة قذرة. مع احترامي سيطلع لي واحد قومي، لا تحكي على العرب ودير بالك وتاخذ القومية والعربية وما لي خلق. هذا ترى القومية يعرفوا على صفحة. سيدة الزهراء قالت احنا مو. سيدة الزهراء قالت لهم للعرب: وكنتم تشربون الطرق وتقتاتون القد والورق أذلة خاسئين تخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم فأكرمكم الله بأبي محمد. إذا أكو فضل وتكريم للعرب فخلف الله على محمد، وإلا تاريخ العرب روح أقرأ. ذبح وقتل وواحد يأكل بالثاني. على مود ناقة 80 سنة تتعارك الوادم على البسوس، مو لا هاي العرب على مود ناقة. والناس عادت إليهم جاهليتهم كأنما شرع الإسلام قد أفك. على مود لفة كباب قبل يومين بالبصرة للصبح الرمي ما ساكت، لفة كباب. على مود طبر بمحافظة من المحافظات تكاتلت العشاير وذبحت الزلم. شنو الفرق؟ جهلم وجهل. جاوين رسالة محمد، وين هاي منابرنا تفرفع من الصبح لليل؟ الحج الله يعطيه العافية اليوم يقول لي: شيخنا هيك تركوا فساد، هيك طلايب. قلت له: شنو النتيجة؟ احنا صارنا 16 سنة نفرفع. شنو النتيجة؟ ماكو نتيجة. ليش؟ لأن الناس أكلت حرام. لقمة الحرام آثارها الوضعية هاي. الناس ابتعدت عن الله يا جماعة الخير، ماكو الله. بالظاهر تقول له افرش سجادتك خله صلي وراك، لكن بالباطن بس تحركه 1000 شيطان يطلع من عنده. هذا عقاب إلهي. اللهم اغفر ليلة الجمعة، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. هذا كورونا وباء، بلاء لا مو بلاء. شباب بعمر الورد قالوا والله يذبح بس بالشياب، ويا شباب بعمر الورد جاي يوقع ويطير. يومين قبل عندنا بالنجف طفل 18 سنة طاح. بالبصرة سيد ناجي المرياني اللي يشوفه يعني سيد ناجي مو يعني بالك مو سهل يعني. اللي شايفه منكم شايفه، اللي ما شايف الرجل انا اقرا له يعني كنت صديق الرجل. سيد ناجي يعني ضخم وقوه وبنيه جسمانيه الله يرحمه. فجأة طاح مات. منين؟ ان الله لا وما ربك بظلام للعبيد. انا حكيتها بالفاء ومن سوء طالعنا. قامت الوادم تسوي مثليين، قامت اللواطه تشاع مثليين. دولة من الدول العربية قامت تسوي يلا حقدي ولد يتزوج ولد، العياذ بالله. رب دخيلك، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء من قومنا. مراجع قامت تشتم بالشارع، عمامة قامت تشتم بالشارع. غيبة، باطل، رياء، نميمة، بهتان، كذب، قتل، شهادة زور. الله سبحانه وتعالى قال: تعالوا جوكم ربع الطبيعة، قشمروكم ذولا اللي يغردون انسجام الدين والحياة، تعالوا خل ارجعكم. يلا تعالوا تفضلوا انتوا والعلمانيين ربعكم. ماكو هذول اللي يدعون الى حقوق المرأة والمساواة بين الرجل والمرأة. تعرفون بعد التولاد بغداد والحمد لله كل الامور يمكم، تعرفون احسن مني. قال يلا شو تعالوا ما تريدون درب الله والحسين، تعالوا تدنوا تفضلوا. هذا الشيء ما تشوفوه بعيونكم، يلا ذوقوا بزمانكم. روح. قال يقتل بس الشياب، قام شاب كأنه بطل فك وقع لأنه مات. صح لو أنا غلطان؟ اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء يا جماعة الخير. وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. أمير المؤمنين يقول: وزنوها قبل أن توزنوا. خلنا نقعد أنا وياك نتكاشف. قول ربي ليش الشكي؟ إحنا الأمة المرحومة، إحنا سامعين بالبلاء كان ينزل على الأقوام اللي لا تؤمن بنبيها. هذول اللي قتلوا أنبياءهم، ذول اللي سبوا النساء أنبياءهم، ذول اللي ذبحوا أنبياءهم، اللي عارضوهم، اللي شردوهم. بس نحن يا ربي آمنا بمحمد. راح يقول لك: تعال أنت مطبق شيء من مالات محمد؟ طبق أول مرة مالات محمد وبعدين تعال سولف. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. النفوس وسخة مع احترامي للسامع يا جماعة الخير. خلينا نرجع إلى الله. تعالوا أنا وياكم نتوب إلى الله من باب الله، من سفينة النجاة. المصطفى صلى الله عليه وآله يقول: نظرت إلى ساق العرش قد خط بالزمرد الأخضر، إن الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة.
روح تعالوا خلي نتوب من باب الحسين. العمر خلصان، الدنيا ما تسوى. شباب عمر الورد، هذا وقتكم، ما عليكم بهاي التيارات والغزو الثقافي اللي جاي عليكم، جاي يعصف بفطرة أهلنا. أعمارنا مثل الجليد تذوب، فمتى نعود لربنا ونتوب؟ وجمال أيام الشباب وزهوها كالشمس تشرق والمصير غروب. خلونا نرجع اللي هنا وتنتهي قصتنا لهذا اليوم. وإذا عجبكم الفيديو لايك للفيديو، لا تنسون الاشتراك في قناة قصص واقعية على اليوتيوب وتفعيل الجرس على مود يوصلكم كل شيء جديد وأول بأول. تقبلوا تحياتي، أنا علي البهادلي، وإحنا وياكم انتظرونا بحلقة جديدة وقصة جديدة. في أمان الله وحفظه، دمتم سالمين. مرحبا بكم في قناة قصص واقعية. قناة قصص واقعية هي الحل الأمثل لكم ولكل فرد. كل فرد بداخله قصة معينة وما يقدر يوصلها للناس، تريد تقدر توصلها للناس، تفضل من خلال قناتنا. عندك موضوع معين ببالك وتريد تنشره، عندك فد مسألة معينة وتريد ردود من الناس ونصائح، كل هذا وتقدر تسويه من خلال قناة قصص واقعية. اتفضل عزيزي، اتصل، الرقم موجود بالوصف، او تقدر تتواصل ويانا من خلال برامج التواصل الاجتماعي، واتساب، فايبر، ايمو، تيليجرام. إذا كانت هذه لك أول زيارة لقناة قصص واقعية، ننصحك تشترك بالقناة وتفعل الجرس على متحصل كل شيء جديد من قناة قصص واقعية. قناة قصص واقعية، الحل الأمثل لك ولكل فرد.